السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الموعد الساعة 7:30 والآن مضى من الوقت كم دقيقة، أرجو المعذرة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسينا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسينا، واحملين استغاثة ونداء. رحم الله شعراء أهل البيت، ورحم الله صاحب القصيدة عميد المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي، وهو يجود بنفسه على فراش المرض وذكر الحسين على لسانه، يخاطب كربلاء. أيها الرملة التي حضنت جسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين، واحملين استغاثة ونداء، واسكبيني دمعا على رملك الأسمر، واجري محبة وولاء، وامزجيني بآهة نفثتها من، وامزجيني بآهة نفثتها زينب يوم قاست الأرزاء، وبآهات نسوة منذ يوم الطاف. للآن ألهبت كربلاء، نادت زينب الحرة، لكن تجذب الونة
شلون اهنا بشراب الماي وحسين انحرم منا. الله يرحم شيخ جبار راضي البنا الكربلائي صاحب هذه الأبيات، ورحم الله من أنشد هذه الأبيات الشيخ حمزة الصغير وعلمها إلى الأجيال. نادت زينب الحرة لكن تجذب الونة، شلون 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 اهنا بشراب الماي وحسين انحرم منا. شلون اشرب وضوق الماي وحسين انشتل عطشان. اخويا المرد اللالي من شفته على التربة يلوجي نازع بروحه سلبوه وبقى عريان. شلون انسى القضا الضامي ابن ام حسين المجنة. انا ام الحزن زينب ونيران الحزن بحشاه تسري وعقب اخويا حسين ما اريد بعد دنياي. انا الشاهد جثته ورحت ميسره ويعداي خليت اورد الجسمه بيد القبر نزلنا. انا اللي شفت نارين لكن نار اشد منا. نار الحرقة خيمنا ونار حرقت باب الدار. انا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار واحد كربلت خبرك شلون الخيل رضنا. كم مصاب دهر الصاب قلبي وانجسم نصين. انا الحزن ذوبني انا الشاهد الطشتين. كبد الحسن واحد بيه راس حسين واسهام الدهر قلبي بفقد حسين صابنا. انا اللي وقفت مرتين والمرتين اذني وقفة بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني. ووقفة الثانية بمجلس يزيد الكثرت وني ما ضل منها لي واحد بذيك الساعة حشمنا. انا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة. الله يساعد السيدة. انا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة. انا الشاهد الجفين للعباس مقطوعة. انا اللي شفت اخويا حسين كلها مكسر. انا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رواثقة الإسلام الشيخ الكليني رضوان الله عليه في كتابه الكافي بسنده عن إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين أنه قال:
شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله إن ذكرنا من ذكر الله إنا إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان. هذه الرواية الشريفة يذكرها الفقهاء في باب استحباب تذاكر فضل الأئمة وحديثهم وكراهة ذكر أعدائهم. الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث في هذه الرواية الشريفة ذكر صفتين إلى أتباع مدرسة أهل البيت. ذكر الإمام الصادق عليه السلام خصلتين لمن يعتقد ويقتدي بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصياء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما هما الخصلتان؟ الخصلة الأولى الرحمة. الإمام يقول شيعتنا الرحماء بينهم. علماء من يشرح العلماء الذين يشرحون هذه الرواية الشريفة يقولون أن الخبر لما يأتي معه التعريف يدل على الحصر. شيعتنا مبتدأ، الرحماء خبر، والرحماء جاءت بصيغة بالتعريف ألف اللام، وهذا يفيد الحصر بمعنى من لا يتصف بهذه الصفة صفة الرحمة في قلبه إلى من الرحمة مع المسلمين، الرحمة مع المؤمنين. من لا يتصف بهذه الصفة إذن لم يتابع حقيقة، لم يتابع أهل البيت. شيعتنا الرحماء بينهم يتراحمون بين بعضهم البعض في مودة، في رحمة في قلوبهم إلى بعضهم البعض، يباعدون عن أنفسهم الشحناء، بغضاء، عداوات. يمكن تكون هناك بعض سوء التفاهم، لكن سرعان ما يعود الود ويعود الصفاء ويعود النقاء في قلوبهم. والآن نحن نستقبل شهر رمضان، واستقبال شهر رمضان وليالي مثل ليلة القدر من أفضل الأعمال فيها إبراء الذمم. كل واحد يقول للآخر، سواء كان في الأسرة،
في العائلة الصغيرة، في العائلة الكبيرة، بين الجيران، بين المؤمنين. هذا كله علامة الرحمة في القلب. فالإمام سلام الله عليه يقول هذه صفة من صفات من تابعنا، من تابع أهل البيت، هذه صفتهم شيعتنا الرحماء بينهم. الصفة الأخرى الذين إذا خلوا، يعني صاروا مع بعضهم البعض لوحدهم، اجتمعوا ذكروا الله. ذكر الله عندنا الإسلام خصص لنا المساجد، لكن مساجد يصلى فيها، يذكر الله فيها، يتلى القرآن فيها، يستغفر فيها. الروايات تقول لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، بمعنى أن الصلاة في المسجد أكثر ثوابا وأعظم منزلة وأقرب إلى الله عز وجل. الصلاة والحضور في المساجد فيها إعمار إلى المساجد. الذين إذا خلوا ذكروا الله في المساجد. ثم الإسلام أيضا طلب، النبي صلى الله عليه وآله طلب من المؤمنين من المسلمين أن ما يكون ذكر الله فقط في المسجد، وإنما يحول المسلم أي مكان، عمل، مسكن، أي مكان يحول إلى محل ذكر الله عز وجل. في بيته الروايات تقول نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. البيت الذي يتلى فيه القرآن يضيء لأهل السماء، بيت فيه الخير، بيت فيه البركة. بيوتات التي يتلى فيها القرآن مرغوبة في الإسلام، محبوبة عند النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم الرواية تقول الذين إذا خلوا مع بعضهم البعض، مع أنفسهم أو مع بعضهم البعض، ذكروا الله. ثم الإمام قال إن ذكرنا، ذكر الله، الصلاة ذكر الله، تسبيح ذكر الله، دعاء ذكر الله، تلاوة القرآن ذكر الله، الاستغفار ذكر الله، تهجد ذكر الله. وأيضا من ذكر الله ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكر النبي وآله، هذا يعتبر من ذكر الله. كيف؟ إن ذكرنا من ذكر الله. إذا المسلم ذكر النبي وآل النبي حقيقة هو ذكر الله. هنا يشرح العلماء كيف يعني. قالوا حقيقة هو ذكر الله لأنه المسلم إذا ذكر النبي وذكر الإمام علي وذكر الزهراء فاطمة وذكر الإمام الحسن وذكر الإمام الحسين وذكر الأئمة 9 من ذرية الحسين، ماذا يذكر عنهم؟ يذكر أن هؤلاء أن النبي وآله ذوات طاهرة نقية، وصفاتهم صفات كلها خصال حسنة،
والنبي وآله هم أصحاب الكمالات وأصحاب الفضائل الأخلاقية. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الله تبارك وتعالى هو المنعم عليهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأنت لما تذكر النبي وتذكر آل النبي تذكر فيهم صفاتهم العظيمة وخصالهم الحميدة وفضائلهم الأخلاقية. أنت تذكر نعم الله عز وجل، هذا كل من نعمة الله وبركة الله على النبي وآله. إذن ذكرت الله، هذا من جانب. من جانب آخر إذا ذكرت النبي وذكرت حديث النبي، ذكرت الإمام علي ذكرت حديث الإمام علي، ذكرت الزهراء ذكرت حديث فاطمة، ذكرت الحسن ذكرت حديث الحسن، ذكرت الحسين ذكرت حديث الحسين. أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت ترغب في ماذا؟ ترغب في رضوان الله وتدعو إلى الله. إذن أنت ماذا؟ أنت ذكرت الله عز وجل، حقيقة هو هذا. ثم الإمام سلام الله عليه يقول: إنا إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان. إذا ذكر النبي وآل النبي ذكر الله. ولهذا قال الفقهاء حر العاملي لما يذكر هذه الرواية يضعها في باب استحباب تذاكر فضل الأئمة وحديثهم وكراهة ذكر أعدائهم. بمعنى أن واحد يجلس مثلا يذكر أعداء أهل البيت، يتصور أن عندهم محاسن فيقول والله عنده كذا والله عنده كذا والله عنده. لا 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 لا، هذا ترى مكروه. أما ذكر أهل البيت لا، ممدوح. ذكر أعداء أهل البيت مبغوض، ذكر أهل البيت ممدوح مرغوب فيه في الإسلام، لأن أنت ترغب المسلم في طاعة الله إذا ذكرت أهل البيت، ذكرت أحوالهم، ذكرت خصالهم، ذكرت سيرتهم، ذكرت علمهم، ذكرت حديثهم. أنت ترغب في الله عز وجل، لأن حديثهم وسيرتهم كلها كانت طاعة لله عز وجل. بعض من الفقهاء مثلا السيد بروجردي عليه الرحمة في كتاب جامع أحاديث الشيعة عنوان هذه الرواية أفرد لها باب مع مجموعة من الروايات، باب استحباب ماذا؟ استحباب أن يجلس المؤمنون يتذاكرون فضل أهل البيت. يعني في الحسينية مثلا في مكان مخصص، سواء كان في بيوتهم أو في الحسينيات في المآتم، وهذا إليه أثر عظيم جدا، تذاكر فضل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بين المؤمنين مع بعضهم البعض في بيوتاتهم أو في الحسينيات. هذا إليه أثر كبير. من الروايات التي تبين هذه الآثار، أولا هو ذكر لله عز وجل، هذا أثر من الآثار، ذكر أهل البيت ذكر لله. فأنت لما تقعد أنت في حسينية تستمع، أنت قاعد في طاعة الله عز وجل، وأنت تذكر الله عندما تسمع
بذكر أهل البيت وبسيرة أهل البيت وبمناقب أهل البيت وبحديث أهل البيت وبفقه أهل البيت وهو فقه الإسلام. رواية أخرى عن إمامنا الصادق سلام الله عليه عن أمير المؤمنين علي قال: ذكرنا أهل البيت. ما هي آثاره؟ ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك. الوعك بمعنى الألم من شدة التعب. هذا المسلم طول النهار يسعى وراء طلب الحلال، أو هذا طالب مثلا طالب علم يسعى وراء دراسته وتفوقه، والإسلام يدعو إلى التفوق وإلى التعلم وإلى العلم. ثم بالليل يأوي وين ما يروح مثلا إلى مجلس، يروح إلى بيت فيه ذكر أهل البيت، إلى حسينية فيها ذكر إلى أهل البيت. هذا لو متألم بدنه تعبان، لكن ذكر أهل البيت يقول أمير المؤمنين: ذكرنا أهل البيت شفاء من الوعك. بعد قال: والأسقام، يعني شفاء من الأسقام والأمراض. بعد: ووساوس الشيطان، بمعنى أن ذكر أهل البيت من آثاره إبعاد الوسوسة عن الإنسان، وسوسة الصدر. بعد: والريب، إبعاد الشك والريب من القلوب التي تذكر أهل البيت وتذكر النبي وآل النبي. بعد رواية أخرى عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اجتمع قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب عليه السلام إلا هبطت عليهم الملائكة حتى تحف بهم، فإذا تفرقوا اجتمع المؤمنون يذكرون فضل علي بن أبي طالب، بعد ساعة تفرقوا كل واحد راح إلى داره. ما اجتمع قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب إلا هبطت عليهم الملائكة حتى تحف بهم، فإذا تفرقوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم الملائكة: إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمها من الملائكة، لم نر رائحة أطيب منها. فيقولون الملائكة فيقولون: إنا كنا عند قوم يذكرون فضل محمد وأهل بيته. إنا كنا عند قوم يذكرون محمدا وأهل بيته فعلق علينا من ريحهم فتعطرنا. فيقول الملائكة: اهبطوا بنا لنتعطر من رائحتهم. فيقولون: تفرقوا، ومضى كل رجل إلى داره. فتقول الملائكة: اهبطوا بنا نتعطر من ذلك المكان. هذا المكان الذي يذكر فيه النبي وأهل البيت تحبه الملائكة. ولهذا هذه مجالس الذكر، مجالس الذكر لله عز وجل، هذه مجالس محبوبة مرغوبة في الإسلام، سواء كانت هذه المجالس في البيوت، سواء كانت هذه المجالس في الحسينيات، هذه مجالس محبوبة ومرغوبة. ولهذا من المهم التأكيد على أن الإنسان إذا أراد أن يشيد
خصوصا في البيوت إذا أراد أن يقرأ مثلا، أو أراد أن يقرأ في الحسينية مجلس. الفئة المستهدفة من؟ العائلة. أولا العائلة الصغيرة. لو يحضر في المجلس 100 نفر، لكن العائلة الصغيرة، عائلة صاحب المجلس صاحب البيت، أولاده بناته ما حضروا، هذا المجلس فيه نقص كبير. لو العالم كلها ما في أحد في هذا المجلس إلا أهل هذا البيت هم الحضور، أولاد وأحفاد، أولاد وبنات، زوجة، كلهم حاضرين، وما أحد حضر إلا هذه العائلة الصغيرة، هذا مجلس فيه البركة فيه الخير. لأن الفئة المستهدفة هي هذه العائلة الصغيرة. لما يذكر الفقهاء هذه الروايات في فضل استحباب ذكر أهل البيت في المجالس، هذا يدخلونها الفقهاء ضمن دائرة المعروف. المعروف ما هو الأمر بالمعروف؟ المعروف هو الفعل الحسن المحبوب في الإسلام، سواء كان المعروف واجب أو كان المعروف مستحب. الأمر بالواجب واجب، الأمر بالمستحب مستحب. عندما يذكر القارئ مثلا في البيت، أحد مثلا يعقد مجلس في داره أو في الحسينية ويذكر فضل أهل البيت، هو ماذا؟ هو يدعو إلى المعروف، هو يدعو إلى مكارم الأخلاق من خلال سيرة أهل البيت وحديث أهل البيت. هو لما يشيد هذه المجالس هو يرسخ العقيدة في قلوب من؟ في قلوب هؤلاء الأبناء، أولادا وبنات، يرسخ في قلوبهم الولاء لأهل البيت. وهذا الترسيخ من الجانب السلوكي ومن الجانب العاطفي. والمسلم المؤمن ينشد إلى من؟ عاطفته إلى ما جرى على أهل البيت من المصائب والبلايا. وأول من المؤسس إلى هذه المجالس التي يذكر فيها الحسين وآل الحسين هو إمامنا زين العابدين. إمامنا زين العابدين سلام الله عليه لما عاد من الأسر مع عماته وأخواته زينب سلام الله عليها والفاطميات، أقمنا مجالس. هذه المجالس امتدت إلى يومنا هذا، من زمن الإمام زين العابدين إلى يومنا هذا امتدت هذه المجالس. إمامنا زين العابدين كانت تحضر العائلة الفاطميات، وفي المقدمة أم المصائب زينب، عن يمينها أم كلثوم، عن شمالها فاطمة ابنة الحسين، سكينة ابنة الحسين. العائلة هذه وكانت تحضر أيضا من كانت تحضر؟ أمد الله العمر إلى زوجة النبي أم سلمة، عاشت بعد واقعة كربلاء 6 أشهر ورحلت عن دار الدنيا، وأقامت مجالس على أبي عبد الله الحسين أم سلمة، وبكت على صبط رسول الله. فالفاطميات أم سلمة أيضا وأم البنين حضور إمامنا زين العابدين. الرواية تقول هكذا: كان يصنع لهن طعاما ويأمرهن بالبكاء على أبي عبد الله الحسين. أول مكان دخلته زينب لما عادت من الأسر، وين راحت زينب؟ إلى دارها أبدا،
يقول أرباب السير والمقاتل: أقبلت زينب إلى مسجد جدها رسول الله، زارت النبي، وقفت على ربوة من الأرض. وما أكثر المسلمين الذين يحومون حول قبر رسول الله بين زائر ومصل وتال للقرآن. وقفت زينب على مرتفع من الأرض، على ربوة من الأرض، ووجهت بوجهها إلى قبر جدها رسول الله، ودموعها تجري على خديها. قالت: جداه السلام عليك يا رسول الله. سلم على النبي. السلام عليك يا رسول الله. جداه يا رسول الله، إني ناعية إليك أخي الحسين. يعني يا رسول الله لو كنت حاضرا نظرت إلى صبتك الحسين على بوغاء كربلاء. يا جدي يا جدي، الرمح بفادة ثنى وحسينا. يا جد الرمح بفادة تثنى، يا جدي وبالوجه للسيف رنة، يا جدي وشيبه بدمه تحنى، يا جدي وبالشمس خدة عفر. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه. أنا وياك نصيح بهذا الصيحة: حبيبي يا حسين. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه. وحيد يعالج من خطوف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطع. انتهى المجلس من زينب؟ أبدا. وإن كان ما عندنا في السيرة هذا المعنى، لكن يقينا موجود ذاك اليوم. يقينا أن زينب عطفت إلى قبر أمها فاطمة، وهي تعلم أين قبر أمها فاطمة، وجلست عند قبر أمها تعزي أمها بالحسين. واجتمعت العائلة، اجتمعت العائلة عند قبر فاطمة. صارت الخطيبة من؟ صارت، هذا الشاعر يصور هذه الصورة، صارت الناعية إلى الفاطميات أم البنين. صارت تنعى الحسين عند قبر أمه فاطمة. اجت أم البنين الأربع الأقمار، اجت أم البنين الأربع الأقمار يم قبر البتولة بضعة المختار. اجت أم البنين الأربع الأقمار يم قبر البتولة بضعة المختار. اجتها محملة هموم وألم وكدار. ايش سوت؟ قال شهقت على القبر، شهقت على القبر، شهقت قلب لهفايان، وصاحت والضمير مسجر بنيران. يا الزهرة بناتك اجن للأوطان. يا فاطمة الزهراء، اي بنتك يا زينب، بنتك يا زهرة، زينب الحورة
مشوها من ديرة إلى ديرة، بنتك يا زهرة زينب الحورة، مشوها من ديرة إلى ديرة، معذورة لو ذابت بالحزن معذورة، مأجورة يا زهرة باللي قطعوا نحرة. ثم أقبلت زينب تنعى الحسين عند قبر أمها فاطمة، يما قومي شوفيني زماني غير أحوالي، يما قومي شوفيني زماني غير أحوالي، أني ما حد سمع صوتي ولا حتى رأى ظلالي، تاليها مع الأجناب أمشي وما إلي والي، فوق جمال مهزولة وعلى السجاد بالأغلال. أتذكر زمان اللي راح ويا حسين والعباس، كنت بظل حمايتهم ما لي طرف ينداس، لكن كربلة جارت علي وشيبت للراس، وعني زالت ظلالي وخلتني بلي ظلال. طلعت بعز وجلالي يما من أرض طيبة، واخواني على خدري يحوطونا بكل هيبة، ورحت الكربلة ورديت مفجوعة بهالمصيبة، سهمها مثلث بقلبي ما خلى إلي من حال، سهمي الصاب أخويا حسين ما هو أشد من سهمي، ايش سوى؟ فجعني وصاب دلالي واخذ من عندي ابن امي، هو قلبا رمى ثلثه وكل قلبي اني مرمي، سهما شال من قلبه واني سهمي ما هو من شال. اذا حسين انذبح مرة اني كل يوم مذبوحة، إذا حسين انذبح مرة أني كل يوم مذبوحة، وجروح اللي في روحي أشد حتى من جروحها، يا ريت الروح لا بقيت وراحت من قبل روحها، وجسمي ريت متعفر بدل جسمه على الرمال. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيل فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين. إلهي صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم نفس عن كل مهموم، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشف كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ويسر أمورهم واقضي حوائجهم يا أرحم الراحمين.
إلى أرواح أموات المسببين، إلى أرواح أموات الحاضرين، إلى أرواح أمواتكم، أموات المؤمنين والمؤمنات، وأموات المسلمين والمسلمات، وأموات العلماء والفقهاء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.